السلام عليكم، ونرجع مع بعضنا في الحلقة ال11 ظهر لي أو ال12 من سلسلة ميني كرافت من الجوال، السلسلة الأسطورية. لايكاتكم سبسكرايب دعمكم. اليوم كنت مخمم باش نعمل تأسيس للبيت في الدار متاعنا، لكن تذكرت إنه نسحقوا في حاجات أخرى. قلت حنعمل الحظيرة متاع الحيوانات قبل، والزرع كما تشوفوا ما حلتش برشا خلف الكواليس. باش نبدأ اليوم على الحظيرة متاع الحيوانات مع بعضنا كالعادة: خنزير، علوش، بقرة ودجاج. لايكاتكم سبسكرايب دعمكم مفيد لنا برشا. لهنا ان شاء الله كما تشوفوا البصله هذيك سباس كبيره بديتها تو قبل ما نبدا التصوير. باش نبداو فيها هي الحظيره، ولميت برشا حاجات نقدو بهم. يلا لميت البلوكات هذوما اللي عرفتهم من قوم الكهف باش نقدو بهم هما، يعني نشكلوهم كمربع كبير ونقدو بها. هي خاطر حبيتها بالاحمر والابيض، ما عندناش خشب احمر وابيض قريب منه باش نقدوهم بهم هما. يلا هذه البلوكات اللي طلعت معنا بالطبيعة حاجات فيها بنية وكذا. نوريكم كيفاش التصميم تاعها، ونكون معنا نقصوا برشا مرات. علاش يا ايوب نقصوا برشا؟ خاطر تعرفوا بالتليفون مش بالبيسي، بالتليفون تكون صعيبة شوية وتعب شوية وكذا، فهمت؟ يعني نتعب انا وتبغوا تسوي بالفرشة كذا. خليكم شوية لقطات كيفاش نقدوا كيفاش نعملوا، ونبقى نكملوا انا وحدي. باين هناش نبداو بالابيض الاحمر هذايا. نخلو زوج بلوكات هكاك ونطلعوا 4 أو 5. ممكن نطلعوا 5. نجربوا نشوفوا 5 صفا ولا نمشيو اوكي. نعملوا بوابة تكون كبيرة ما غير باب، يعني ما يسحقش باب، ونكملوا نسكروا. شبيبة برضو حسيتها برشا 5 باش تكون عالية برشا، تكلنا برشا مواد. نعملوا 4 بركة، ونحاول طوا كذا كما تشوفوا. عملنا 4 نسكروها بالجرانيت من هنا. كملوا الطبقة هذه نعملوا مربع كيما بالطبيعة، ونعملوا سقف بالابيض بالمدرج ونسكروها من فوق بسلابات شبه كما نتاع الدار نتاعنا، يعني فهمتوا؟ نعملوا كيكة احسن نتصور. لحظة برك، هذه زايدة، هذه صافي، هذه غلطية، هذه 5. توا بدينا في الحيطة هذه، قدمنا يعني كما قلت لك في البني نعملوا بعاد شوية يعني خلف الكواليس. قاعدين نبداو من هنا باش نكملوا الحيطة هذه، نكملوا الداير، وبعد كده نبداو في السقف. يعني نمشيو نجربوا كما شفتوا. ان شاء الله تكون مزيانة في الاخر كهو. انا توا غادي نقدر في السقف، قاعد كما قلت لكم عارفين من المدرج تطلع زوج والا 3 مدرجات، ومن بعد نكملها بالسلابات. هكا حسيتها احسن. وانتم بالطبيعه اعطينا رايكم، وبالطبيعه ان شاء الله في المستقبل في حلقات جايين نقدموا نعملوا حاجات اخرى. نعملوا حاجات ما احسن ونطوروا من رواحنا اكيد. خلينا نكمل توا. بالطبيعه لا تنسونيش في لايكاتكم سبسكرايب، وان شاء الله نقدموا حاجات باهيه. الحلقه الجايه ممكن تكون هي تاع الاثاث تاع الدار، تعرفوش علاش. ان شاء الله خاف كويس، ما مانيش قاعد نخدم برشا. اللهم نلم موارد باش نعمل منهم بني ولا حاجه. لكن ان شاء الله الحيوانات كي نقدوهم توا باش نكثروهم والاكل وكل شيء. وتوا كملنا السقف صحيح اخر 3. لحظه نكمل هذيا اخر 3 سلابات. سكن حاطين شمعة بالطبيعه مش يسمنوش الوحوش، نحطوا هنا شمعة. وهذه بداية باش نخليها خاطر حسيتها ماهيش خايبه من قدام، من الوسط من تاني ما تقلقش. هذه هي الحظيره نتاعنا، اعطونا رايكم. لحظه برك حنوخر التالي ان شاء الله تكون مزيانه ورجوليه. انا حاسه هي مزيانه مش خايبه. لهناش نحطوا 4 حيوانات، زوز من هذيك وزوز من غاديك اكيد يعني. ونحوش معاهم كالجو هذاك، يعني حنشوفوا ان شاء الله برك نلقاو حيوانات. نبداوش بعاد برشا. وحنقدوا الفنسات قبل. اي نقدوا الفنس، نجيبوا خشب، والله ما عنديش برشا خشب. حنقدوا الفنس ونسيجوهم، بعد نجيبوا الحيوانات. باهي ما لقيتش خشب باش فنسيت، ما عنديش خشب برشا. جيب خشب، اما نحب نبدل ظهري نجخو. به ناخذ الخشب الابيض، مش ابيض على الاخر، هو حبيت ابيض على الاخر انا. اما ناخذوا هذا جاو عمري ما خذيت منه، وانا هذا الشيفميت حلولي تو. به ناخذ من ذي به على هذايا، نلموا منه برشا خشب ونعمل منه هو فنسات ويكفينا. يعني ناخذ 3 شجر ولا 4. ثم برشا شجر لهنا. وان شاء الله الحيوانات زاد نلقاو، خاطر مثلا ثم برشا حيوانات. والمشكله الحيوانات في البايوم هذا مش نلقاوه، مشكل الحيوانات الاخرين. علوش نلقاو بني ولا اكل الابيض صعيب شويه باش نلقوه. الدجاج اللون القير البرتقالي، كيف شو اسمه الخنزير. ايه نتصرفوا هكاك. شباب لميت 35 خشبة مش محلة. وشوفوا بلاي والله البلاصة نتاعها بدات توسع، اما ميلة برشا من هنا ان شاء الله من جهة النذر نعملوا بلايص اخرى لانه فيها برشا حاجات اخرين اكيد. بدينا في اخر اللمسات توا. عندنا اكثر من ستيك فنس نتصور يكفينا بزيت، بالعكس مريقل هكا. باهي حندخلوا نقسموها على النص، يعني زوج من هنا وزوج من غاديك. باهي نمخروا بلوكة من هنا، نبداو بالاحمر. نمشيو 2 3 4 5. باهي 5 ذوما. باهي لحظة بركة، نقسم غاديك فرد مرة. مين لهنا. باهي لهنا. باهي 1 مريقلة. باهي هذه الأولى. الثانية 3
4 5 6 7 8 8 لحظة برك نشوف هذيك 6 7 8 حلو جد بالضبط هذيك في إذا الوسط احنا نتعدى باهي هذي الوسط نسكرهم هذيك سكرهم هذيك هذي وصلت 8 على 8 لحظة بقى هاي انزل هاي باهي مريقلة سكروا من هنا كيف من الجهة الأخرى ونعملوا الباب في الوسط هيك. أنا كملها توا حنفكر بقطع الباب من هنا لازم 4 بلوكات 4 أفنسات كيف مليحي 4 منا و4 من بيرفكت مريقلة على الآخر. توا ما زلنا من أهم الحاجات إنه نجيبوا الحيوانات نحطوا بقرة علوش وخنزير ودجاجة إن شاء الله بركة نبقاو ناخذ الزرع ناخذ الحاجات اللي نجيب منهم الحيوانات نسيت لحظة لحظة حنرجع هذوما الكل حنرجع الزيت ونشوف شنو آخر لازم نسحق. نساهم في البومي كما جبنا برشا بومي معانا في النذر. حنكبر باش ناخذ البيث وناخذ كل شيء نسحقوا ونجيبوا بهم الحيوانات. باهي يلا هاي فيسا والزرع ان شاء الله تلاقي اكثر خلف الكواليس وحصلنا على الحيوانات كذا واحد ملك كل شيء. بعد ما لميت كل شيء تذكرت لي انا ما خذيتش نتاع الدجاج عاودت زرعته وهزيت البطاطا وهزيت الفجل اليوم مو حكايه فيها تو برا حناخذوا حتى زوز 3 نجيبوا بيهم نكسروهم ويزي باهي كيف من واحدة عطاتنا يتميز 4 ولا 5 باهي كل شيء ميكل هنشوفوا حيوانات شو برك نلقاو. يا معلم هاي انا مشيت هو هذا دور لهنا امشي والله لقيت علوش واحد برك مبدئيا ما بدأتش برشا. حنجيبوهم باش نحاول نربط العلوش عندي خيط حنربطه ومن بعد نهز القرن ونعاود نرجع نهز العلوش. يا حبيباتي يدخلوا بلايسكم ليتس جو فيسا باهي لحظة حنبدل حنسكر ولا حنخرج من برا نعطيهم يلا باش ما يجيوش بعدك يهرب. ايجو كسروكم اول مرة جيبونا بيبي بقرة عجبوا كالعلو. اني تعبت باش جبتهم الحيوانات هذوما لكم تعرفوهم في بالكم بهم لعلاش جد نلقى واحد بني الدجاج كيف والخنزير كما قلت لكم في البيوم هذا هكاكا توا باش نكسروهم ونلقيناهم جو. لهنا توفى حلقتنا يكون طولنا شويه في حدود الدرجين باش تجي الحلقه في الاخر. انا صورت برشا يكون نص ساعه لكن الفيديو كنت يجي في الدرجين. لايكاتكم سبسكرايب ان شاء الله عملنا حاجه باهيه ما طولناش برشا. واللي عنده راي اخر اي حاجه ينصحنا بها وانتظرونا في حلقات اخرى. لايكات سبسكرايب كومنتات محلاهم شير مع اصحابكم والسلام عليكم ورحمه الله.